الحقيقة المرة عن الأمان. احنا دايما رابطين الأمان بوظيفة، بسلطة، بزوجة، بحبيب، بحبيبة، بطفل أو أب أو أم. بس الأمان جوانا، الأمان ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا، دي خاصية للبشر نازلين بيها، بتنشط لما بنقوي علاقتنا بربنا، لما بنبقى متصلين بربنا. ربنا هو الأمان الحقيقي اللي احنا دايما لما بنبعد عنه بنحس ان احنا حصل لنا حالة خلل وذعر، لان ببساطة انت ربطت حاجة ليها أساس، ليها وجود، بحاجة ممكن إنها في أي وقت تكون مش موجودة وتكون معدومة. خلي أمانك في ربنا. ربنا هو الأمان، ربنا هو الحياة، ربنا هو السعادة. لما تتصل بالله وتعرف إن هو مصدر الأمان في حياتك، لا هيهمك زوال مال ولا عيال ولا سلطة ولا جاه ولا أي حاجة، لأن ببساطة هيكون الأمان جوه قلبك. دورها في دماغك مع دينا عشان دايما تحس بأمان. بحبكم.